الدمام السعودية كأي مطعم آخر للوجبات السريعة، ولكن لهذا المطعم نظام مختلف في محاسبة الزبائن على الوجبات التي يطلبونها ولا يكملونها، حيث بدأ صاحب المطعم بفرض غرامة مالية على كل من يطلب وجبة طعام ولا يكملها، أملا منه في نشر الوعي بين الزبائن ودفعهم إلى الحد من الإسراف. الفكرة بدأت فعليا يعني لما جاء موضوع الصومال بالذات تقريبا مع وسط رمضان أو بداية رمضان، فبدأت الفكرة عندي تتطور، يعني أن قاعد أشوف الفرق بين الإسراف والتبذير في العزائم اللي تكون عندنا في المناسبات وكصاحب مطعم أنا، بالإضافة إلى وضع الصومال والمجاعات اللي موجودة. بعض زبائن المطعم أبدوا تفاجؤهم بالأمر ولم ينتبهوا إلى اللافتة المشيرة إلى الغرامة، ولكنهم أبدوا إعجابهم بالفكرة في الوقت نفسه. استغربت يعني جاي أدفع الحساب يقول عليك غرامة لأن نسينا أكل زيادة أو زي كذا، إحنا طلبنا طلب زيادة يعني يقول إذا ما أكلتوا الأكل اللي طلبته كامل يعني خلينا ندفع غرامة يعني، بس الفكرة حلوة يعني فعلا طيب خاطر يعني هذا أهم شيء في الموضوع. لكن صاحب المطعم أشار إلى أن تغريم المسرف ليس إلزاميا، وإن الغرض منه ليس ربحيا، وغايته نشر الوعي في المجتمع. طبعا هي بتكون معنوية أكثر ما هي إجبارية أو شيء، هي لتعليم سلوك الفرد أن الشيء اللي قاعد يصير غلط، ويعني لمرحلة نوصل مرحلة أن نوقف عندها. أما عن كيفية التعامل مع الغرامات الموجودة فراح تكون إن شاء الله الجمعيات خيرية عن طريق قنوات رسمية نوجهها لهم في دعم أخواننا سواء في الصومال أو غير الصومال. ويبدو أن من بين زبائن المطعم من تعلم الدرس جيدا وطلب كميات طعام صغيرة تسد جوعه وجوع أصدقائه. حيدر الطالبي، BBC.